اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هعمل معاكم بسبوسه بالفستق. بصوا يا بنات بقى، حلوه قوي. كانت متماسكه كده وفي نفس الوقت دايبه ومرمله، حلوه قوي واحلى بجد من اللي بنشتريها من بره. بصوا الجمال. اعمليها بقى في البيت ووفري على نفسك كتير قوي. بصوا حلوه ازاي. تابعي معايا بقى الفيديو للاخر، ولو عجبك الفيديو لايك وشير واشتركي معايا في القناه عشان يوصلك كل جديد مني. بصوا يا بنات، جميله تحفه بجد. انا معايا المقادير هنا. معايا نص كيلو من سميد البسبوسه اللي هو السايب يا بنات اهو، معلوش اي اضافات، الناعم. نص كيلو من السميد الناعم، وكوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من السمنه، كوبايه الا ربع من الحليب، ومعايا معلقتين من جوز الهند. وهاخد من هنا معلقتين من الزبادي، هحط لها زبادي ولبن، دي هحط لها زبادي وحليب. وهاخد ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. وطبعا اهو هزوقها بالفستق، ممكن تعمليها ساده، ممكن تزوقيها باي نوع مكسرات تحبيه. يلا بقى نبتدي على طول. وهنجيب حله كده معايا واحط فيها المكونات بتاعتي. حطيت فيها السكر على الحليب، احط فيها معلقتين من الزبادي. الزبادي هنا هيخليها طريه وجميله يا بنات، جربوها. حطيت السمنه. بصوا بقى يا بنات، هقلبهم بس على النار، انا مش هسخنهم. وحطيت كمان معلقتين من الشربات التقيل اللي هو بتاع الجلاش والكنافه اهو. هقلبهم بس على النار كده، هخليهم يفكوا بس يعني يدفوا. هنا بقى معايا ايه دي السميد، هحط عليه ربع معلقه بصوا صغيره ازاي من بيكنج باودر، وحطيت عليه معلقتين جوز الهند وقلبت كويس. هحط كمان ذره من الملح كده عشان تظهر الطعم بتاعي. قلبي بقى مكوناتك كده وهاتي بقى الحله اهو، ما سخنتهاش، انا يا دوب فكيت بس المكونات مع بعضها اهو يا بنات على السميد بقى، واحطهم وابتدي اقلب كل المكونات دي مع بعض. قلبيهم كده اهو، كله اتجانس مع بعض كده وبقى زي الفل معايا اهو. بايديا بقى بصوا، ايديا كده، وبرده ايه احاول كده ايه ادخلهم في قلب بعض، انا ما بعجنش. وصوابعك كده مفتوحه وتدخلي كل المكونات في قلب بعض. جبت الصينيه معايا اهي، حطيت فيها معلقه من السمنه، ابتدي ادهنها. واحط كمان فيها ايه معلقه من الطحينه، حلوه قوي بتخلي لون البسبوسه بتاعي جميل اهو يا بنات. عشان كده بقولك تابعي الفيديو للاخر علشان فيه تفاصيل جميله قوي وحلوه اهو لنجاح البسبوسه فعلا. انا دلوقتي مسخنه الفرن برضو، شغاله الفرن معايا. احط البسبوسه بتاعتي اهو، نزلها كده في الصينيه. وجبت شويه ميه في البوله اللي كانت معايا، وابتدي بقى افرد البسبوسه بتاعتي في الصينيه. بلي ايديكي وافردي اهو يا بنات. بصوا مفيش اسهل من كده. جبت بقى الفستق وابتديت ايه ارش عليه كده على البسبوسه بتاعتي الفستق. ممكن اي نوع مكسرات انت تحبيه، بندق، لوز، سوداني، اعمليها ساده براحتك خالص. بس هي كان طعمها جميل قوي بالفستق اهي. انا رشيته كلها اهي الفستق بالطريقه دي. مليت بقى ان شاء الله ما حد حوش. مليت وشها بالفستق كده خلاص. اربطيها بقى خبطتين كده عشان وشها يتساوى ويبقى كله ايه سوا واحد كده اهو يا بنات. في الوقت ده انا مشغله الفرن، هحطها على الرف اللي في النص. اول ما تستوي هنشوفها مع بعض، بس ايه بعد ما ادخلها على طول اعمل الشربات بتاعها. الشربات بتاعها كوبايتين هم من السكر قد بعض، نفس الكوبايتين ميه
اهو كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، هحطهم على النار. اول ما يغلوا هعصر عليهم نص الليمونه دي، بعد ما يغلي 7 دقايق بالظبط واطفي عليه، واروح حاطه عليه كيس من الفانيليا. اهو يا بنات خلص الشربات معايا 7 دقايق بس على النار. اسقي بقى البسبوسه بتاعتي الخطيره دي. بصوا بتشرب على طول اهو، كل ما احط عليها من الشربات بتشرب على طول، معناها ان هي ناجحه اهي. في ناس بقى هتقولي ما تحطش، حطيتش عليها بيكنج باودر ليه؟ حطيت عليها عشان المسامات بتاعتها تبقى مفتحه معاكي وتشرب بسرعه. اهو يا بنات خطيره. سيبيها بقى لحد ما تشرب خالص براحتها اهي، وهسيبها كمان نص ساعه لحد ما تبرد، مش هقطعها دلوقتي. كده خلاص بردت معايا، يلا بقى نقطعها. هي ما بردتش قوي، تعالوا بقى نقطعها ونشوفها. بصوا لونها خطير اهي يا بنات. يلا نقطع منها كده. اهي يا بنات، ايه رأيكم بقى؟ طلعت اهي حتة واحدة، بجد كانت سخنة والله، ما بردتش خالص اهي، كانت لسه سخنة. طلعت حتة واحدة كده، وبصوا طرية ازاي، طرية وجميلة. جربوها بقى وقولوا لي رأيكم ايه فيها. مستنية تعليقاتكم الجميلة. هستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله.